السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشوفوا معايا الفيديو ديال اليوم. معكم حفيظه من قناه كويزين حفيظه دسكوت. فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات اللي هما ساهلين وكيجيو رائعين في المذاق. غادي نشارك معكم هكا واحد الخبيزه تكون هكا فيها خضيره من الفوق كتجي رائعه، وواحد الشوربه كذلك بالخضره اللي كتجي لذيذه في المذاق. تحضروهم هكا الفطور ديالكم في رمضان اولا في اوقاتكم العاديه، ديروها هكا كعشاء. كيجيو رائعين مع بعضياتهم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشاركوا فيها، وندوزو المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للعجينه ديالنا، هنايا خديت الدقيق، خديت ما بين دقيق الفينو ودقيق الفورس، كديروا قياس نص نص. درتو جوج لايف ديال الفورس كديروا جوج لايف ديال الفينو اولا زلافه سلافه اولا بالكيسان. غادي ندير ملعقه كبيره ديال الخميره. هنا العجينه كتبقى على حساب اللاطه ديال الفرن اللي عندكم اولا زعما القياس ديال الخبيزه كيفاش بغيتوها، واش كبيره ولا صغيره. درت ملعقه ديال السكر سنيده، وغادي ندير ملعقه ديال الملحه، وغادي نعجنوا العجينه ديالنا بالماء اللي تكون هكا دافي شي شويه. العجينه غادي نديرها غادي تعجن مزيان. حاولوا انكم تعجنوها مزيان مزيان، تكون مرخوفه معكم هكا، تكون خفيفه. كيف ما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. انا هنايا خلطتها هكا، وعاد غادي نديرها باش تعجن. تقدروا ديروها، نديرها انا في العجانه تعجن، تقدروا تعجنوها بالايد ديالكم. يحاولوا نتوما كتزيدوا الماء باش تحصلوا على عجينه اللي كتكون هكا مرخوفه، كتكون خفيفه كيف ما كتشوفوا معايا وما كتلصقش بالايد. غادي نزيد لها واحد الكميه ديال زيت الزيتون، وغادي نحاول انني ندخلها في العجينه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. هكا تعجنوها تدخل فيها ديك الزويته. صافي غادي نديرها في واحد الاناء اللي تكون مدهون بالزيت. وغادي نحطها فيه بهذا الشكل هذا. غندهنها هكا شويه من الفوق بالزيت، وغادي نغطيها ببلاستيك غذائي من الفوق، وغادي نخليوها تخمر. غادي نخليوها تخمر ضعف الحجم ديالها كيف ما غادي تشوفوا معايا. ندوزو دابا نحضروا الشوربه ديالنا ونخليو العجينه تخمر على خطرها. انا خديت طنجره ديال الضغط اللي درت فيها كميه ديال الزيت. تقدروا ديروا الزيت الزيتون اولا نباتيه ولا تخلطوا هم بجوج مع بعضياتهم. غادي ندير هكا واحد البصله تكون هكا متوسطه ولا كبيره، تكون مشلضه. انا هنايا درت بصله خضاريه كتجي بنينه في الشوربات ولا كذلك في الحشوات. غادي نخليو البصله تقلى لينا في ديك الزيت مزيان هكا، وتنزل لينا البصله. حيت البصله فاش كتشحروها كتطلق واحد المذاق اللي رائع. في اي وصفه بغيتو تحضروها شحروا البصله مزيان مزيان، خليوها تنزل لكم باش كتعطيكم مذاق رائع. غادي ندوز دابا غادي نقطع الخضره. هنايا خديت خيزو. تاخذوا واحد جوج ديال الخيزويات ولا ثلاثه الخيزويات اللي كتنقيوهم وكتقطعوهم مربعات. كذلك البطاطا حتى هي كتاخذوا ثلاثه البطاطات اولا جوج هكا يكونوا كبار، حتى هما اللي كتقطعوهم مربعات. وغادي نضيف كذلك، غادي ندير كميه ديال القرعه. هنا غادي ندير القرعه حمراء لان الشوربه يعني هكا بلا قرعه حمراء، شوربه بالقرعه حمراء. يعني غادي ندير واحد كميه لا باس بها ديال القرعه حمراء. تقريبا درت نص كيلو ديال القرعه حمراء اللي نقيتها وقطعتها وضفتها مع المكونات. غادي هكا نسمها بشويه ديال الابزار، وغادي نديرو شويه هكا قياسكم ديال الملحه، كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه ديال الخضره اللي درتو. صافي غادي نخلي الخضيره هكا تشحر لينا شويه مع ديك البصله. هكا غير تشحر واحد شي شويه، وانتوما هكا تتخلطوا فيها ولا تتحركوا فيها. وغادي ندير ليها الماء اللي تيكون غليان، يعني الماء سخون غادي تضيفوه مع الخضره. هكا حتى كتوصل لكم كتقاد لكم الخضره مع الماء. صافي غادي نسد عليها، غادي نسدو عليها الطنجره، وغادي نخليوها طيب لينا ما كتاخذش لنا وقت اللي هو طويل.
وغادي ندوزو دابا نشوفوا العجينه ديالنا من بعد ما خمرات. خليتها تخمرات مزيان، يعني تخلي واحد المده ديال ساعه وهي كتخمر، باش كتنجح معاكم. كتجيكم واحد العجينه اللي كتجي مفشفشه وكتجي خفيفه وكتجي رائعه. كيف ما شفتوا معايا انا هنايا غير غادي نهزها بهكا زعما بهاد الطريقه هذه. وكنكون دهنت اللاطه ديال الفرن. فاش غادي نديرها، انا عندي لاطه اللي هي مربعه وكبيره شويه، غادي ندهنها مزيان بالزيت وغادي نهز العجينه وغادي نحطها فيها مباشره. وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير لها. غادي نحاول انني نبسطها غير بالايد ديالي بهاد الطريقه هذه حتى كتاخذ لنا العجينه الشكل ديال ديال المول اولا ديال اللاطه. بهذا الشكل هذا كيف ما غتشوفوا معايا. كنبقاو غير نضغطوا عليها هكا بالاصابع ديالنا صافي تتاخذ لنا المساحه كامله ديال اللاطه. وانا غادي نبدا نضغط عليها هكا بالاصابع ديال يديا، وكنبقى نضغط عليها حتى كتقاد لينا مزيان مع اللاطه كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا العجينه لانها مرتاحه مزيان خامره، فراه كتجيكم ساهله الا كتلقوها هكا وكتعطيكم هكا الطوع، لان العجينه مرتاحه معجونه مزيان. صافي هنايا من بعد ما سرحتها غادي ناخذ الخضيره اللي غادي نديروها من الفوق. هنايا خديت البصله اللي قطعتها هكا جناوح وكنستفوها على الوجه ديال العجينه بهذا الشكل هذا، وانتم كتضغطوا عليها. وخديت كذلك مطيشه، تقدروا ديروا مطيشه كبيره تقطعوها بهذا الشكل هذا، ولا عندكم ديك طوماط سوغيز او ديك مطيشه صغيره حتى هي كديروها هكا في العجينه وانتم كتضغطوا عليها. من خديت الزيتون خضر والزيتون كحل حتى هو اللي وزعته على العجينه من الفوق مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. هنا خديت وريقات هكا، وريقات ديال الربيع اللي حطيتهم حتى هما هكا باش كيعطيونا شكل زوين. ودرت ليها الزعتر، يعني درت لها الزعتر هكا واحد، يعني ديروا واحد كميه ديال الزعتر من الفوق مزيان. وغادي نقطر عليها هكا خويطات ديال زيت الزيتون من الفوق. كديروا هكا شويه ديال زيت الزيتون من الفوق مزيان. صافي هنايا من بعد ما قديتها غادي نخليها حتى كتخمر. غنخليوها تخمر لينا مزيان للمره الثانيه هكا. خليوها واحد يعني ثلث ساعه، خليوها تتخمر تحسوا بها هكا تنفخات. وكتشعلوا الفران تيكون سخون وكديروها فيه، وكتنقصوا النار، كطيبوها على نار اللي كتكون متوسطه، كتشعلوا لها من التحت حتى كطيب عاد كتشعلوا ليها من الفوق. وندوزو دابا للشوربه ديالنا. هنايا من بعد ما طابت ليا الخضره كيف ما شفتوا معايا حليت عليها، غادي ندوز دابا باش غادي نطحنها. كتاخذوا هكا اي ميكسور عندكم اولا طحانه كهربائيه وكتحاولوا انكم تقطعوا او لا طحنوا ديك الخضره كامله هكا حتى كترجع لكم هكا سوب ديال الخضره. صافي هنا من بعد ما غادي نطحنها مزيان كيف ما شفتوا معايا. كتاكدوا انكم راه طحنتوا الخضره كلها تتكون بهذا الشكل هذا. الا جاتكم هكا ثقيله شويه تقدروا تزيدوا ليها شويه ديال الماء اللي تيكون غليان باش تجيكم هكا خفيفه. ولا كتبغيوها ثقيله راكم كتخليوها ثقيله، يعني اللي بغيتو. انا هنا في الاخير غادي نضيف ليها هكا واحد العلبه صغيره ديال الكريمه ديال الطبخ، اللي فيها 200 مليلتر ديال الكريمه الخاصه بالطبخ، يعني الكريمه اللي ما كتكونش مالحه، كريمه صالحه للطياب كتعطي واحد المذاق رائع للشوربه. وهنا في الاخير غادي نحك عليها واحد شويه ديال الكوزه هكا. حتى الكوزه كتعطي لنا الشوربه مذاق تا هو اللي لذيذ، كتعطينا واحد المذاق اللي تيجي مختلف للشوربه. صافي وها هي الشوربه ديالنا واجده كيف ما كتشوفوا معايا. شوربه سهله وبنينه. وهنايا من بعد ما كتقدموها ولا كديروها في الزلايف كديروا ليها الربيع من الفوق. انا هنايا درت ليها الربيع كيف ما شفتوا معايا. صافي وغادي نقدمها في زليفات يعني مباشره، ولا تقدروا تستغنوا على هاد المرحله ديال الربيع حتى ديروها في الزلايف. هنايا
الخبيزه ديالنا من بعد ما طابت تقريبا راها طابت، كنخليها حتى كتاخذ لنا هكا اللون من الفوق، يعني كطيب لينا من الفوق. من بعد ما كطيب لنا من التحت كتشعلوا ليها النار من الفوق وكتبداو تطلعوا عليها تتحسوا بها راه انها راه طابت صافي، وكتزولوها من الفران. وهنايا غادي ندير عليها واحد شويه ديال الفرماج حمر اللي حكيته، كديروا هكا واحد طبقه خفيفه من الفوق هكا باش كتزيد تعطيكم مذاق بنين. صافي من بعد ما غادي ندير ليها الفرماج تحاولوا عاوتاني تزيدوا واحد شي شويه واحد دهنه خفيفه ديال زيت الزيتون، يعني كديروا واحد الخليط ديال زيت الزيتون مع شويه ديال واحد الثومه ولا ضريس الثومه اللي تيكون محكوك، وكتبقاو دهنوها من الفوق. صافي من بعد ما خليتها هكا دفات لي واحد شي شويه، يعني هنايا راه كتتكل وهي باقا سخونه. انا نقطعها معكم باش تشوفوها معايا كيفاش كتجي. راه كتجي هكا مفاشفشه، كتجي خفيفه وكتجي كذلك رائعه ولذيذه في المذاق. شوفوا معايا الطياب ديالها، كتاخذ هكا الطياب من التحت من الفوق، كتجي رائعه. وبالنسبه للشوربه ديالنا حتى هي اللي حضرت معكم، هي كتجي بنينه، شوربه خفيفه وصحيه وكتجي هكا مختلفه. صافي وقدمتها في الزليفات كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي رائعه. تقدروا تزيدوا لها حتى من الفوق هكا شويه ديال الفرماج محكوك من الفوق وكتناولوها يعني بهاد بالكريمه اللي كتضيفوا لها في الاخر، يعني كتبدل لكم هكا شويه المذاق. حتى اللي ما كتعجبوش الشوربه ديال الخضره غادي يشربها، لان ما غتجيش ديك الخضره هكا باينه وغادي تعجبو. صافي هنا قدمتها مع الخبيزه اللي شاركت معكم اولا الفوكاتشا ولا الفوكاشيا اللي كتجي بهذا الشكل هذا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم الوصفات اللي شاركت معكم وانكم ديروهم ويعجبوكم. وما تنساونيش الا عجبكم الفيديو ديال اليوم تخليو لي هكا لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وكنقول لكم شكرا لكم على المشاهده، والى فيديو قادم وصفه اخرى، مع السلامه.